انطلق في الفترة الأخيرة حفل فني كبير ضخم ضم عدد كبير من النجوم اللبنانيين في إطار إطلاق أحدث المشاريع الفنية اللبنانية اللي هتقوم بتنفيذ مشاريع فنية في كذا مجال. زميلنا راغب حلاوي غطى فعاليات الحفل ونقل لنا الأجواء في بيروت وقابل عدد كبير من النجوم وبدأ لقاءاته دي بمسؤول الحفل بيير حداد. اليوم هو ايفنت لحتى نبتدي مسيرة جديدة مع بلاتيام. بلاتيام عم تفتح ابوابها هلا لتكون مركز للفن والابداع والمهرجانات وبمنطقة جونة ومنطقة كسروان. بدنا عم نشجع العالم على تيجي على لبنان وعم تشجع السياحة وعم نشجع العالم تتكبش بهالبلد وتقول انه هذا البلد رغم كل شيء عم بيصير نحن موجودين ونحن عايشين. ومن بين اللقاءات دي كمان لقاء حصري لقربود مع المخرج اللبناني جو بعيد واللي تولى إخراج برنامج الملكة للفنانة أحلام. سألناه أكيد عن سبب توقف البرنامج وهل هيرجع تاني ولا لأ. بقول أنا إنه البرنامج ما كان لازم يتوقف، يعني ما في شيء بيدعي لهذا الموضوع أبدا، والبرنامج هو فورمات يعني مشتريينه من فورمات تاني، سو اوريدي مش عم نخترع البارود. واحلام هي دائما بعيطوا لها ذا كوين، مش هلا اول مره، وفي عندها معجبين ومحبين وناس بتموت عليها. كتير من البرامج التلفزيونية لما بيتم إيقافها بيواجه فريق عملها صعوبة في الحصول على حقوقهم المادية. يا ترى إيه اللي حصل مع المخرج جو بعيد؟ ده اللي هنعرفه حالا. ماديا ما في مشاكل يعني سو فار، ما بتخيل حيصير في مشاكل لقدام. حق المعنوي اكيد باخده اكثر اذا بينعرض، لانه البرنامج يعني ليفل كثير عالي، مشغول ان كان من قبل انتاجيته او من قبل الحرفيه من كل الميلات. جو بعيد أخرج العديد من الكليبات في الفترة الأخيرة مع نجوم لبنانيين كبار منهم نانسي عجرم ونوال الزغبي. صراحه بفتخر فيهم كلهم، يعني بالنهايه كلهم انا عاملهم وكلهم بحبهم كثير. اخر شيء يعني من بعد نانسي عجرم كان في نوال الزغبي يا جدع وفارس كرم وجو اشقر، يعني مينلي هول اخر 4 كليبات. كلهم صراحه بحبهم كثير ومبسوط انه عملتهم ومبسوط انه تعاونت مع هالفنانين. آخر لقاءاتنا في الحفل كانت مع المطرب اللبناني ربيع بارود، واللي كان سعيد جدا بإطلاق إيفنتس فنية لبنانية جديدة، وكشف لنا كمان عن أخباره الجديدة. مبسوط كتير بالفيوجن لأنه أنا شخص بحب الفيوجن بالموسيقى. هلا سمعنا لاتين مع عربي، كتير حلوة الفيوجن، وأكيد ننبسط بس نشوف هيك إيفنتس كبار بلبنان، وأخيرا يعني من بعد كل هالأحداث اللي صارت، فبنتمنى تضل تصير هالإيفنتس أكثر من مرة. هلا محضر 3 أغنيات جاهزين، يمكن كمل ألبوم. عندي سفرة على مصر هلا لشوف إذا بتوفق بأغنية مصرية، وفي أغنية وكليب جاهزين صورتها بالبرازيل للغنية، غنية لبنانية ان شاء الله كمان رح تنزل، بس رح شوف اذا بنزل الالبوم قبل ولا الغنية قبل.